اسمي ما أقدر أقول، عادي يعني أي اسم أنتي قولي. أنا أه اسمي سنيدة. بس أريد. ها ها. يلا أوكي يلا. يلا سنيدس يلا سولفي. إيه أني تزوجت عمري 17 سنة. تمام. بس الزواج يعني مدبر. مدبر شنو يعني معنى كلمة مدبر؟ مدبر من خالاتي اثنين. ها يعني أنت مو بإرادتك تزوجتي عمرك 17 سنة، دبروا لي الزواج شلون ما كان ومشوك صح؟ لا يعني مو يعني شوف شلون، إنه أنا يعني واثقة بيهن كنت كل ثقة يعني. لأن أوكي. أنا ما ردت أتزوج يعني من أقارب أبويا بالأخص يعني. تمام. فكنت مقتنعة إنه هم يخافون علي ويحبوني وردت أبقى يمهم يعني بهالمحافظة. أوكي. فوافقت يعني على زواج واحد بجد أمي. سعد علي يا ماماتي. لا هو زين يعني، هو زين كلش زين. يا الحمد لله أنا الله. ما الحمد أقول شو. يا الحمد لله ربي دخيلك إيه إيه يا بس سولفي سولفي. المشاكل إجتي من عندهم هم. ياهم مع عيالك. يعني من نفس من اللي دبره. لا حتى عيالي زينين طلعوا يعني، الله باوعلي بهذا الشيء. بعدين هذول خالاتي الاثنين اللي هم سووا الزواج قاموا شو اسمه يسوون المشكلة بيني وبين زوجي من إيه أول هسه. أسبوع أوكي. بالزواج أوكي. مالتنا. اوكي هسه انت شنو مشكلة زوجك ايش بيه يعني انت هسه شنو مشكلتك اللي حابة تقولي لنا اياها؟ هسه جايتك بالحكي شوية شوية، لأن هي شلون تقولين صارت صدمة يعني. ولحد ها. هسه احنا عايشين بهذا الشيء، بس هو خطية. يقول أنا مالي ذنب بهذا كله اللي دا يصير. اوكي يلا أنا سو. نفسك إنه أنا همينة، لأنه هم قنعوا الطرف هذا ايه. زوجي، لأن هو لا أنا أعرفه ولا هو يعرفني. فقنعوا ذاك الطرف وقنعوني إليه. تمام اوكي لحد الان اوكي، ورا الزواج شنو اكتشفتي شنو صار ايش لقيتي؟ ورا الزواج بأسبوع خالتي اللي هي أساسا يعني هاي اللي كلش علاقتي قوية بها، حتى أفضل من علاقتي بأمي. اوكي. أه هي سحبت نفسها، قالت أنا بعد مالي علاقة بيك. وهي اللي قالت لي أنا وياك يعني بكل شيء. لأن اوكي. بوقت اللي أنا كنت أريد أروح ب شو اسمه أروح للمحكمة، هي قالت قلت أخاف أني أمشي على هذا القرار مالتك وشو اسمه أتندم بعدين. فهي إيش قالت لا أنا الآخر لحظة راح أبقى وياك. هيك قالت. أنا بهذا الوقت يعني مشيت كل شيء طبيعي يعني. وزوجت زواج على يعني على مرة ثانية، قبلك. زوجة ثانية. قبلك الزوجة صح؟ إيه. ها اوكي قبلك ما إيه يخالف هي. تمام إيه اوكي إيه اوكي. على مود أطفال، هو الرجال ده يتزوج على مود أطفال. ليش زوجته ما تجيب اطفال الاولى؟ بلي صاير عندها طفل ايه. يعني عمره الشهرين أو البداية شهرين حملها، وإسقاط صاير عندها. ثاني أوكي. طفل ايه. عمرها شهرين الطفلة وميتة بإيد أمها، ما أعرف ليش. بس هي تخلف زوجته ما بيها شيء صح؟ بعد مخلفة بالبداية، بعدين ما صاير عندها بعد نهائيا. ايوه ما كم. أعرف يعني 16 سنة أو 14 سنة ماكو أطفال بهاي وبقى وياها 14 لحظة الأثناء ماما. يعني. لحظة ماما سندوسة. بقى إيه وياها 14 سنة بدون أطفال إلى أن أنت إجيتي حطوك إيه بطريقة إيه وزوجك. إيه إيش قد عمره هو إيه بلال؟ سوى أنابيب سوى. هو مواليد 84، هي 83. لا أنت إيش قد مواليدك ماما؟ أنا 2002. إيش قد بيناتكم تقريبا فرق؟ 20 أو 19؟ 17 سنة. 17 سنة الله أكبر. أوكي كملي. إيه بهاي الأثناء يعني إنه هي أصلا يعني موافقة على الزواج وكل شيء تمام، يعني هي زوجته موقعة حتى بالمحكمة، إلا إنه أنا أوافق على زواجك الثاني. هي زوجته ورا ما أخذني
خالاتي قاموا يطعنوني إلي بشرفي اوف. إنه أنا عندي علاقات مو زينة. إيه. اوف. ليش؟ إيه. ما أعرف شنو السبب، ما أعرف يعني، لا لحد لازم هسه ما أعرف. لا لازم تعرفين ليش طلبوا منك شيء وما سويتيه، رادوا منك شغله وما سويتيها، اكو أبد. اتفاق بيناتكم، أبد على اي يعني اساس كلش. يطعنونك لأن أنا شنو صدمني، علاقتهم كلش زينة وياي، لعد فجأة هيك هم تحولوا علي. منو قال لك هم اللي يدشون سمعتك؟ جوز مو هم. هو زوجي وزوجته قالوا هذا الشيء. هم. ها. ها زوجك وزوجته قالوا لك إيه. هذا الشيء؟ ها. ما ارتاحت إيه. السالفه، بلشت قالوا. العب عبي اني. كملي يما كملي. إيه. كملي. كملي. قالت بس هم ما يعرفون أقاربي. تعرفين شلون اللي خلاني أشك بيهن؟ لأن ما يعرفون أقاربي. قالوا إنه هيجي هذا مثلا زوج أختي أو هذا، أنا عندي علاقات ويا زوج أختي لحظه سرية. لحظه سندوسه، منو اللي ما يعرف ان اقاربك؟ هم يعني اللي أنا تزوجت زوجي وزوجته وأهله، ما حد ما يعرفهم. هم أصلا أساسا يعني كلش بعيدين علينا، أنا من بغداد، هم من لحظه لحد منو؟ كركوك. لحظه ماما سندوسه، لعد منو اللي سوى الزواج كله ومنو جابك عليه انت تقولين هو اللي خلوه؟ هن حكوا لك. خالاتي، لأن لعد خالتي شلون يعرف ان خالتي تصير شلون إنهم زوجة اقارب؟ أبوه. لحظه سندس، لعد شلون ما يعرف انه هن مو اقاربك، هن غير خالاتك وهن كانوا سبب زواجك من عنده، شلون هسه إيه تقولين؟ بس ما يعرفون يعني، تعرفين شلون ما يعرفون أهل أبويا، ما يعرفون أسمائهم، ما يعرفون عائلتنا إحنا وين صار، وين كنا، وين عايشين، وين مدري شنو، هاي كلها ما يعرفوا، يعني تفاصيل حياتي ما يعرفوها زين انت ليش قبل وافقتي على الزواج. الزواج هيك واحد اكبر منك ومتزوج ليش وافقتي ماما وانت بعدك صغيره كلش؟ ليش وافقتي؟ ممكن نعرف السبب ليش أنا وافقتي؟ أقارب أقارب أبويا يعني شلون تقولين، عندهم مثل تقولين عداوة ويا المرأة، فإحنا شو اسمه يعني، أنا شايفة مثلا من أقاربي يعني هناك معاملتهم ويا النسوان كمعاملة حيوانات، حش السامع يعني هيجي. فأنا مترددة، كنت خايفة كلش إنه آخذ مناك، يعني قلت أبقى بدون زواج ولا آخذ، يعني إيش قد ما كنت خايفة. هذا غريب. فأنا اقتنعت بحكي خالاتي. إيه ما عرفوا ولا عرفني وأبد ما شايفته. اوكي، هذا السبب انه انت كنت أول خايفه. بداية شلون صار، هم يعني أخذوني على خطوبة أخته، حتى هناك نشوفه ويشوفني، خطوبة أخته. اوكي حبيبتي، المهم هسه تزوجتي خلصنا، انت حبلتي. إيه. إيه صار عندي بنين الحمد لله والشكر، أول طفل. اي وبعد؟ وثاني طفل إسقاط صار عندي، بس بثاني طفل بدأت المشاكل، مو أول طفل. ثاني طفل من شنو موضوع المشاكل، الاسقاط؟ أنا صار وش عندي صار إسقاط. وش خلاك المشاكل إنه صارت. سندس؟ شنو موضوع الاسقاطات عندك، مرته الاولى وانت الثانيه؟ هسه يجوز ذيك عمرها ست صغيره، بعدك طفله وبعدك مثل ما يقولون نشطه، شنو موضوع مو الاسقاط؟ أني من وراء المشاكل اللي صارت بي حالة نفسية، من وراء المشاكل صار عندي إسقاط الطفل الثاني. الأول حملي كله طبيعي، كل شي ما عندي أي مشاكل. هسه أنا حامل بالثالث يعني رابع. فثالث ورا؟ شو اسمه، ما تدري بروحها هسه حامل هذا ثالث. ش- شوي من أتذكر المواقف القبلة يعني يصير أرجف، يعني من إيش قد ما كانت مصايب فوق راسي صارت. ف من صار الحمل الثاني أنا حبلت يعني ورا بنتي على 40، صار عندي حمل. قاموا يقولون يعني مرته تجي علي، زوجته الأولى كانت تجيني للبيت، إحنا بيتنا ماكو بيناتنا مسافة يعني، بس حايط يعني قاسمي بيت مقسوم بالنص كامل، 150 ب150 هيجي، صاير بيتين واحد صف ثاني. فهي قامت بني روح للدوام، تجي علي شو تريد؟ تقول والله أنا زوجي قال لي أنا راح أقول لها، اي. أهددها إنه تعطيك هذا الطفل اللي حامل به هي، أول ما تجيبه اوف. تسجله باسمك، وإذا اوف. ما قبلت أنا اي. راح أطلقها وأتزوج وحدة وأشرط عليها. ها. واو 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 واو.
واو، رضينا إيه بالقرف والقرف ما رضى بينا. كملي ماما كملي. إيه، من يقول فأنا بهاي كلامها صدق هي شو اسمه كذابة؟ صارت عندي. من يقول كلامها صدق وأنا يجوز حلفته، هو كذابة؟ حلف. يجوز قاعد هو تضحك حلف على عليه. القرآن، قال هو أنا ما ما حاكي. قايل هذا ما الكلام. حاكي، لا ما حاكي. إيه، لا ما حاكي، لا. هي غارت من عندك يقول من أنا قلت إيه، يقول أنا قلت لها يجوز هي بعدين تقتنع إنه تطيش طفل. يقول أنا ما جبت طاري هذا الشيء. يقولوا الله لا يرضى علي إذا أنا هيك أسوي وياك، لأن أنا ما أقبل بالظلم. هو الله شاهد ما ظلمني بأي شيء ولا بكلام لا أي شيء، يعني ما شفت منه شيء. بعدين طفلة بنية من راح هذا الطفل عندك بنية هسه حاليا؟ من إيه هسه عمرها 2 سنين. سنتين. لحظة اعطيني مجال. فمن قبل سقطت. سقطت الثاني، إيه يعني هسه انت حامل بالثالث صح؟ إيه، مو هو صار إسقاط 2 مرتين. صار اسقاط اثنين، يعني هسه نعتبر بعدين هذا هذا الثاني، نعتبره الثاني. الله راح طيور جنة، نعتبره هذا الطفل الثاني صح؟ إيه. بنية لو ولد؟ بعد هسه هذا هم ابنية، الله هذا هسه يهديها. حامل بيه 5 أشهر. هي هم هي ابنية. هي تريد هاي الطفلة هسه اذا جبتيها تريد تاخذها هي تربيها وتكون هي امها؟ إيه، ما أنا مو من يوم اللي سوت هاي المشاكل أنا قلت له باعي يعني باعي لو باعي. أقطع علاقتي بيها لا نهائيا، ما تشوفني ولا أشوفها. سندس، انتوا عايشين ببيت واحد صح ماما؟ بس أنا أبد ما أشوفها ولا تشوفني، سمعي، يعني حتى مو من الخال مصلحتك، كان. مو من مصلحتك إيه فيها مني أنا أختك الكبيرة. مو من مصلحتك. عين وخد. حبيبتي حياتي. دللي وببطن عيني. إيه. وصدقة إليك وفدوى لعمرك. وجهالي جهالك وماكو فرق بيناتنا. وليداتي وليداتك لا احنا نفس أنا تدرين الرجل. شنو قلت لها؟ أنت يمكن ما فهمتيني. أنا قلت لها أنت إيش قد ما تريدين بقيهم يمك، إيش وقت ما تريديهم اطلبيهم، إيش وقت ما تقولين هذا أنا هيك، يعني مثلا تنصحي ماما ها هي حتى يصيح لك. بس ما أقدر أنطيك طفل أسجله باسمك، مستحيل يعني. عافية. أنا هذا قلته من بداية الزواج. حتى إلا قلت له أنا ما أقبل ظلم بأي شكل، إذا إلي أو إلها. لا لأن لا. أنت إذا ظلمتها راح تظلمني، وإذا سويت وياها مو زينة هم راح ترجع تسوي وياي. ديري بالك. لأن الله ما يرضى. تطين ابنك ديري بالك، بس إيه لو بينك وبينها لا حرام، يعني خليها خطيه، هي محرومه من هالشيء. بس اذا بينك وبينها والجهال يتربون بس ما تتنازلين عن طفل اياك ثم اياك تبكين دم مثل هاي المسكينه اللي كل فتره تتصل بيها وتبكي دم على بنيتها اللي عمرها هسه 10 سنين وما تعرف شلون ترجعها. المهم إيه. حبيبتي، انت شنو مشكلتك فأنا هسه حتى بنتي المشكلة إنه أساني يعني ما عندي ثقة بأي أحد. فهو صار عندي أنا قبلها، مو قلت لك صار هذا الإسقاط وراها النوب، صار عندي حمل خارج الرحم. بوقتها هما هو وأبوه وزوجته، ما أعرف هاي اتفاق، ما أعرف شنو اللي صار يعني. فجأة أنا هو يعني من طبيعته إنه من يجي ما عنده طلعات وطبات وهاي السوالف. بهذا اليوم اللي صارت بيه هاي السالفة برات سنة، أه بهذا اليوم هم ما أعرف شنو اللي صار، يعني حتى زوجي ما أعرف. أقولك واحد غير، يعني غير واحد اختلف بهاي اليوم الساعة 12 بالليل. صارت مشكلة يعني تافهة، كلش تافهة يعني. على مود البنية وعلى مود هاي، يعني قام يتحجج أودي بنتي، أجيب بنتي، ما أدري شنو هيك. كان دا يتحجج يعني دا يطلع مشكلة من جولقة. أنا ما يعني ما بيها حل، ما كنت أعرف إنه أنا عندي حمل خارج الرحم. كان أوجاع بجسمي وما أعرف شنو إيش بيه. عاد بذيك الليلة عاركنا أنا، وحتى المسألة تافهة كلش ما تستاهل إنه قام كسر البيت كليته، الجام كليته، الغرفة مالت النوم كلها كسرها، المواعين شكل شي، المطبخ كله كسره، ما خلى شي يعني. آخر شي قام يعني شنو يجي بإيده يشمره ورايا حتى أني أطلع من البيت. قصيدي منه ومن هذا جاوب ما حتى اشمها بالموضوع. اي كملي ماما كملي.
إيه، حتى بوقتها أنا دا أريد يعني ألزمه حتى لا يأذي روحه. يعني أنا كنت ما خايفة، لا ما أعرف أصلا أنا دا عندي حمل خارج الرحم أو شيء، بس أعرف إنه حامل، أكو حمل عندي بالدم. دا أريد يعني ألزمه، أوقفه، يعني الشك وش صاير، ليش هيك ابتدت تتصرف. أصابعي الثلاثة تكسروا، إجتي ضربة على إيدي. عاد أنا بذيك اللحظة بعد ما قدرت طلعت برا. هو إيش سوى؟ أخذ بنته من إيدي، قال حتى بنتك بعد ما تشوفيها هيجي، قال حتى بنتك بعد ما تشوفيها. ويعني تعرفين وحدة بداية الحمل تصير فد مرة، يعني هي ما تعرف أصلا إيش بيها، أعصاب، ما تعرف شنو إيش صاير عندها. أنا طلعت برا بالشارع بعد ما قدرت، يعني أريد بس أوقف هاي اللي دا يصير. طلعت برا، هو قفل البيبان علي الساعة 12 بالليل، قفل البيبان عافني بالشارع وحدي. هذا بالطفل أنا الثاني. صدمت هناك. نيدس هذا هذا بالطفل الثاني ولا الثاني؟ هذا ويا طفل منهم. الثالث. هذا الثالث. الثالث راح مو هسه الحامل بيه انت. تمام حبيبتي كم طردك إيه. بالشارع الساعة 12 بالليل وخلاك انت برا بالشارع. وانت انصدمتي. إيه. تمام. وين بعدين شنو صار؟ هي إيه. وين عينتين؟ وين ذيك اللحظة أريد بس أحد يجي يوخرني من، يعني من البيت، أروح أنهزم من مكان يعني، وأنا ما أعرف أحد وأخاف، يعني مو مال أنا أطلع برا، حتى ما أطلع وحدي ويا أحد، لو ويا أهلي هالقد، حتى ما عندي يعني مال أفتح باب يعني لأحد أو شي هيجي. قمت خابرت أهله، أقرب شي علينا، أنا أهلي ببغداد حتى بعيدين علي. خابرت أهله، أخو خطية لحقني، أخو أعزب يعني بعده ما متزوج، إجا أخذني بالسيارة، قال لي امشي أوديك البيت خالتك، هاي خالتي اللي كانت السبب. خالتي قالت لا أبقي وأني أروح أنصحها وأرجعك. قلت ما أبقى، هذا مو صاحي. فجأة صار هيك، يعني ليش هيك صار؟ ما قبلت أبقى ببيتها، خفت منها همينة، ما قبلت، رحت البيت خالي شوية بعيد، كلش بعيد علينا. رحت بيته من هناك، أبوي إجا أخذني الصبح. الطفلة مو بس وياك؟ أنا يعني ما طلعت، لا أخذتها، ضليت ها. بالشارع. قلت إذا ما تعطوني إياها هسه راح أخابر فد شرطة شي أني حتى أخذ بنتي، أنا ما أقدر أظل بدون بنتي، يعني حتى لو اتطلقت على الأقل هاي تبقى لي من، يعني من هذا الجحيم اللي عشته. قمت رحت هناك، ظليت 4 أشهر عدل، وهو تليفون واحد ما دق علي، رسالة واحدة ما اتصل بي. ليش؟ شنو السبب؟ ما أعرف. وأنا سويت عملية هناك، انفجار الأنبوب الأيسر مالتي، هنا صار الإسقاط بعد دخلوني هاي الحادثة. عمليات يعني. بعد هاي الحادثة صار إيه الإسقاط. هو ورا. إيه من وقعت، لا هو أساسا يموت يعني، هذا الطفل خارج الرحم ينفجر بالبطن. اوكي خلص هذا الطفل فأنا بس راح. طلعت هذا الطريق كليته ساءت حالتي. اوكي راح الطفل. إيه. صار هذا الحادث المشؤوم والليلة العجيبة الغريبة. بعد ما سقط الطفل هو شلون وياك؟ ورا 4 أشهر هو ما يعني إجا تعذر من أبويه، قال أني كنت بحالة عصبية، ما أعرف شنو صار، دخل شيطان بالنص، ما أعرف. يعني إجا صالحنا، أنا همين أخو ما أتطلق هيك أنكسر. ما حد ما يقول أني يعني هو مو زين أو زوجته مو زينة، راح يقولون صوت بيها، خاصة إحنا يعني حوالينا كلش مو زينين يعني عندهم البنية هاي، يعني لو تروح تنهزم تروح ملاهي أفضل إنه تجي وحدة تطلق يا ماما اي هيجي. صح صح. صحيح. صح. إيه. فأنا رجعت والله، رغم كل شي رجعت، قلت ها هي، بقيت يمه لحد هسه، يعني من يوم اللي رجعت أني لحد هسه الوضع تمام. بس وضرتك يعني شو اخبارها من سمعت بيك هسه حامل بالرابع؟ والله همينة متعاركة وياه، هو بينه وبينه، قالت له أنت شلون ما تحكي، أنا ضليت 4 أشهر ما قلت يعني، بس بيني وبينه ما قلت لأحد بالحمل مالتي. هسه انت قبل حامل شهر وهي هي ما يلا تحكي؟ عرفت، ها هي عرفت يعني هسه قبل انت شهر، قبل
زين إيه. حاجيني ورا ما قالت عفوت أنت شلون تقول لي؟ انت بس على كيفك، انت خليك هادئه وخليك ريلاكس وصوتك لا يرجف. احنا كنا خواتك واخوانك وامهاتك وكل شيء احنا. خليك ريلاكس وخليك هادئه، انت حامل وما يصير عليك هذا التوتر وما يصير تتكلمين بهاي الطريقه اللي كلش رعبتنا صراحه. هي العينتين هسه بعد ما عرفت بيك حامل بالرابع، واللي هي بنيه هماتين، شنو ردة فعلها؟ احكي لنا والله بلا زحمه. والله أنا ما شايفتها، بس على حكي مالته إنه أنت بس هي يصير عندها أكثر من طفل راح تخليك تذبني بالشارع. بس والله أنا أبد ما عندي هيك أفكار. يعني هي شنو تفكيرها؟ إنه يعني كل اللي تحط براسه إنه أنا لين صغيرة باكر راح أقوم. يعني شلون نقول إحنا مثلا أشوف نفسي عالية، عدت أكبر من عندي أنا، لو هي لو أني. عرفتي شلون؟ فهي هذا الحكي جاي داخله براسه، وأنا أبد لا عندي مشكلة وياه ولا يوم يعني قلت يعني حسافة هذا الزواج. بالعكس أنا حسيته هو وقف لي أكثر حتى من أهلي ويا خالاتي، الله ما يرضى. اوكي هسه انت بس ايش؟ هي هاي المرة اي هاي المره اللي هي ضرتك بيها. يعني حتى أكثر من مرة من يجون خواتها هنا أنا بنتي تتمرض تسخن تسوي تقول ممنوع تروح هذاك البيت. هي مرة حتى أنا طلعت نص الليل خابرت خالي حتى يجي بس يشوف بنتي إيش بيها، لأن أنا وحدي هنا، أنا أهلي ماكو. وأهلي هذا قبل فترة همين تعاركنا قبل أسبوعين هيجي، دبيت على نفسي بنزين رديت أحرق نفسي أخلص. إيه. وقبلها بالحمل الأول همينة صارت مرتين، بس هو ما أدري شلون ما تكسر الباب ما أدري شلون. وطبعا يعني فد مرة فقدت لين سندس ماماتي لا تبكين حبيبتي، لا تبكين ماما لا تبكين، ماشي؟ لا تبكين، مو زين عليك البكي ولا تقهرين، وانت حامل وللطفل لازم، هاي حرام عليك. لا تبكين ماما حبيبتي لا تبكين، انا ترى ما اتحمل وحده تبكي قدامي. الطفل مو زين عليه، الطفل مو زين عليه لا القهر ولا التبكير ولا البكي. ترى 4500 واحد باللايف الكل متعاطف وياك، والكل قاعد يدعي لك، والكل كلش كلش متأثر بحالتك، وأولهم أني. بس أني إذا تشوفيني ماخذتها بقوة ورياكشناتي حتى لا تنقهرين، لأن أنت ما ناقصة. سمعيني ماما، أني من يوم أحكي وأسولف وأقول الزواج المبكر لا الزواج المبكر، الزواج المبكر لا الزواج المبكر. ديروا بالكم حبيباتي وديروا بالكم، لأن لا فكريا ولا جسديا ولا حتى مشاعر ولا حتى كل شي بيك لا تبكين ماما حبيبتي. لا تخنقين نفسك من تبكين، إذا تبكين طلعي صوت. لا تخنقين نفسك، أنت حامل. أنت لو ما حامل أقول عادي، أنت حامل مو زين على الطفل ماما، مو زين على الطفل حبيبتي. أنت أنا خايفة منه هسه كليته، إنه يعني ورا ما أجيب إيش راح يصير ما أعرف. أنا خايفة من هذا الهدوء اللي صاير يعني، لأن هذولا يعني شلون تقولين ما تأمنين. يعني أكثر اثنين هذولا خالاتي كنت حيل مأمنة بيهم، هم اللي أول بداية غدروني. خالاتك شنو متزوجات؟ لا عتين جويسين بحياتهن، عتين جهاز سناقض، شنو وضعهن خالاتك؟ زوجات وحدة 20 سنة، وحدة 18 سنة 19 سنة هيك بعدهن يعني، حتى مو صغار. لا بعدهن صغار، بعد الدنيا عتين أطفال. عندنا وحدة بناتها أصغر مني بسنتين 2. خالتي ذيك يعني ما أدري يعني هي هاي هي كانت تقول أنتي بنتي وما أدري شنو، ما عاد هي خلفة ما صاير عندها. فقالت أنتي بنتي أنا أعتبرك بنتي، هي عندها بس 3 ولد من زوجها يعني مو هي ما صاير لها خلفة. فأني إيش قد ما كنت مأمنة بيها يعني، وهي
يعني شلون تقولين، كانت كل شي تجي لبغداد على مودنا يعني. وهاي أنا كلش متعلقة بيج وش اسمه أحبك وأريد مصلحتك وقيمي. وهاي أول بداية غدرت فيها، هي أول وحدة. حتى عادي. بداية الزواج إنه كنت أحبس نفسي بالبيت، أخاف من زوجي، أخاف من كل شي، أطب أقفل البيبان على نفسي يعني. فما ما كنت أثق بأحد ولحد هسه ما خايفة يعني من هذا لا الهدوء تخافي، اللي لا دا تخافي، يصير. لا تخافي، لا تخافي. ما طول انتي مظلومة، ما طول انتي نيتك صافية، ما طول ما عندك خبث، ما عندك لؤم، وما عندك افكار سامة ببالك، وما عندك مخططات، انتي الله راح يكون وياك. انتي الله وياك لان انتي انسانة نقية، والله دائما ويا النقي ويا الحق. لا تفكرين بامور بعتي ما صايرة، ولا تحكين بامور بعتي ما صايرة، ولا تفكرين بالمستقبل، ولا تفكرين باكر، ولا تفكرين لي بالبارحة. بارحة راح ويا البارحة، ولو بالخير ما صار مالك. وأنا شوفي، وباكر اسمعيني أنا ما حكيت لك هسه كل شي بسرعة، يعني ما حسيتي انتي شنو اللي صار. ما حد ما عاش اللي عشته يعني. أنا زواجي كله 3 سنوات بس. اللي يشوف يعني لو كنتي انتي شايفة ايش صار بهاي ال3 سنوات، ما تقولين أبد يعني واحد يقول هينة وتقضي أبد يعني. كان الحين تخافين بعد من واحد يقول لك أحبك، تخافين تقولين ليش لا هذا لا، يجي قال لي هيجي. سندس مامات حبيبتي، مامات اسمعي. منو قال لك ما حد يتعاطف وياك؟ وشلون حكمت علينا انه احنا ما حسينا بيك؟ شلون انت استنتجتي انه 4500 شخص كانوا باللايف اباوع تعليقاتهم الكل حاس بيك؟ انت بنت، واحنا النسوان كنا نحس بيك، لان انت لا اول وحده ولا اخر وحده طفله انظلمت وتزوجت. لا تفكرين بباكر. ليش نادين ما افكر بباكر؟ لان باكر بيد الله، لا بيدك ولا بيدي. وبما انه انت انسانه نقيه وانسانه حبابه وما عندك خبث داخلي وتفكيرات ومخططات، انت الله وياك يا بعد ام وابويا واهل وطوايفي. انت حامل، تعرفين شنو حامل؟ لو ما تعرفين شنو كلمه حامل، حامل لجل الطفل تتغاضى عن وتتجاهل كل شيء وتعوف كل شيء وتدوس على كل شيء وتفعل هرمون الطز 9 أشهر بحياتها، مو لجل عيون أحد، لأن هي راح تاكلها بالأخير. لأن إذا طلع الطفل معاق هي تاكلها، وإذا طلع الطفل نقص هي تاكلها، وإذا طلع الطفل مريض هي تاكلها. ومنين يطلع الطفل معاق ومريض وهاي الأمور اسم الله عليه إن شاء الله يا رب إتمام الخلقة والخلق؟ يطلع من هذا هسه اللي أنت بيه، يطلع من هذا القهر اللي انت بيه، يطلع من هاي الخنقه مال صوتك تقولين انتم ما حد حاس بيه. لك حتى الشباب حسوا بيك، لك حتى الشباب بالتعليقات حسوا بيك. صوتك وحده كافي، نبرة صوتك وحدها كافي، وانت حكمت علينا اللي قدام. انت شكلك تحكمين، انت مشكلتك بالحياه وسبب كل اللي انت بيه تحكمين وتقررين وتفكرين بباكر، وهذا سبب كل اللي انت بيه. دائما تنطين احتمالات وتحكمين على اشياء هي ما صايره. انت تقرريها بنفسك وانت تخترعيها بنفسك ماماتي. ما يصير هذا الشيء. لا تقولين انا خاف باكر عقبه يجيبوا ياخذونه مني. لو يردون ياخذون الاولى. ماكو شيء اسمه ياخذونه من عندك. اكو قانون واكو شرطه واكو عداله واكو محاكم، وعندك اهل وعندك عيال ناس تخاف الله وأنا اكيد 100%. المشكلة اللي أخذته هو لازم يصير عادل. أنا اللي أخذته لازم هو اللي كان اللي هذا يقول هذا الكلام الشيء يعني. لا ماما، تخافين منه لأن أنا اللي أخذته هو محامي يعرف بالقانون. ماما انا راح انزلك وراح هذا اتكلم أنا كلام، خايفة. راح اتكلم وياك كلام على مود صوتي يبين، لانه الصوت راح يصير انقطع. حابه انشر قصتك على اليوتيوب لو ما حابه؟ كيفك؟ لا حابه لو ما حابه ماما؟ عادي انشريها. تمام حبيبتي، خليك بالله واسمعي ايش راح اقول لك. اوكي ماماتي، لانه الصوت تمام. يقطع. الناس ما قاعد يقولوا نادين ما قاعد نسمع صوتكم.
هي ما انطت اسمها وانا سميتها سندس. حبيبتي ماماتي، انتو كل وحده بعمرك، انتو كل وحده مثلك، انتو كل وحده راح يوم من الايام تصير مثلك، انتو كل وحده عايشه مثل حالتك. لان احنا القصص بالعاده من اتكلمها او يتكلمها صاحب الشأن مو غايتها فقط انه احنا نساعدك، غايتها فقط انه غيرك اللي قاعد يتفرج يتعلم وياخذ عبره وحكمه اذا كان حاليا في نفس الوضع او مستقبلا راح يتعرض للوضع نفسه. ماماتي حبيبتي، مشكلتك بالحياة إنه أنت تقررين الأحكام قبل لا تصير، وتقررين الواقع وحدوثها قبل لا تصير. أنا من خلال كلام وياك حللت شخصيتك واتهمت من هذا الشيء. أنت قاعدة تستنتجين أمور وتحلليها وتنطيها أحكام بدون ما هي حتى صايرة. واولها انه انت حكمت علينا انه احنا كنا ما حسينا بيك، وانه احنا كنا ما تعاطفنا وياك. واني حتى شباب ما معلقين بحياتهم علقوا وتفاعلوا وياك، وقلت لك نبره صوتك التون ما صوتك وحده خلانا كنا نتفاعل ونحس بيش. ليش تشوفينا انا قاعده بهالقوه هاي وهالشكل؟ ترى انا من جوا اتقطع ومرات حتى ما اسيطر على نفسي وعيوني تفضحني، بس ما اقدر انت جايه ضعيفه الوحده مثلي انا ابين لك الضعف، لان اوريدي انت راح تنكسرين. فلازم انا اصير قويه قدامك حتى اعطيك من هاي القوه، لان انت محتاجتها يا ماما. لا تفكرين بباكر، لا تفكرين بباكر، باكر بيد الله. ديري بالك على وليدك، لا تفكرين بزوجك، ولا تفكرين بضرتك، ولا تفكرين بهدوء، ولا تفكرين بعاصفه، ولا تفكرين بالكوكب. فكري تاكلين زين وتنامين زين وما تسهرين، وتحطين عقلك وحياتك كلها ببطنك هذا اللي لا إلها ذنب ولا إلها ناقة ولا إلها جمل. دول الأطفال ترى أحلى شيء بالدنيا، من الله يرزقنا بيهم. ذولا ما إلهم كل ذنب، بريئين. كل من يجي ويا رزقه، كل من يجي ويا رزقه، وانت تحددين. هذا شوفوا هسه انت بي يا ماما وانت حامل، هو هذا اللي باكر عقبه تقولين نادين. شوف انت الطفل الثالث ليش وقع؟ قهر، مغثه، ضغط، حزن، بكي، تفكير، تشرد، زعل. طفل هذا الله رزقك بيه وقع، غيرك قاعد يدفع ملايين وملايين الدنانير والآلاف والدولارات حتى يجيبه، غيرك ما خلى طبيب ما راح له حتى يجيبه. وانتوا على مود امور دنيويه تافهه توقعون طفل وتخلونه يروح وينتهي، ونقول هذا مو حياته وراح جنه وطير بيه. الطفل الثاني شلون وقع؟ نادين نفس الشيء وقع، قهر ومشاكل وضيم، وحماتي وصارت خالتي وقالت عمتي وقالت ضرتي وقع. هذا الرابع، هذا الرابع. وانتي بعدك صغيرة، وكثرة الإسقاطات بيك والكرداج والتنظيفات والأمور والعلاجات، وانت بعدك بهذا العمر تأذيك بالمستقبل. ما اريد احكي لك حكي حتى لا تنقهرين، بس احكي لك اياه حتى تاخذين الحيطه والحذر وتديرين بالك على نفسك، لان الخاسر الاكبر انت يا ماما، لان انت اللي تحبلينه، وانت تشيلين الطفل، وانت تولديه. كثرة اسقاط 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 يصير عندك، تدخلات جراحيه وتدخلات نسائيه وتدخلات دكاتره، ياثر على رحمك وانت بعدك صغيره، يأثر على صحتك وانت بعدك صغيرة، يأثر على بويضاتك وانت بعدك صغيرة. انت تعرفين شنو معنى مسقطة مرتين وهسه هذا الرابع وانت ما صالك 3 سنين؟ تعرفين انه انت سقطت جبتي وعلى 40 حبلتي، وسقطتي ورجعت على 40 حبلتي وهسه الرابع وخلال 3 سنوات. بس انت ما اعرف شنو، انت بعدك طفله وما عندك احد مسنع يعلمك. خالاتك لحد الان ما خشن عقلي شنو فيلمهن وليش شادات وياك. لا انت بعمرهن ويغارن منك، ولا اكو بينك وبينهن شغله. ما قاعد موضوعهن اني هسه حتى ما اريد يعني يجي ببالي، لانه ما اريد اشوش تفكيري. انت اهم شيء. اقلها بين طفل وطفل تخلي لك فد 3 سنين. انت شبيك مصروعه على الخلفه؟ مصروعه على الخلفه شبيك؟ نادين وهو كبير بالعمر ويقول أنا ما أخلف وأريد أطفال. على عيني وعلى راسي. الضريبة منو؟ أنت. الضريبة منو؟ صحتك. الضريبة منو؟
رحمك اللي ينزرع بيه الطفل ويتربى بيه الطفل ويكبر بيه الطفل ويطلع منه الطفل. ماكو شيء اسمه صرع ب3 سنين انت جايبه حبلانه 3 مرات، جايبه 1 و3 2 مسقطه وهسه بالرابع. ماما ماكو هيك منطق، ماكو هيك منطق. الصحة تسوى الدنيا والكوكب والعالم. أنا بعدنا صغيرة وأنت رجال ولاد ما شاء الله عليك ما بيك شيء. خلينا أقلها بين طفل وطفل، أنا أخلي لي أقل شيء في السنة. صحتي يا بابا يا ناس يا عالم صحتي. وأنت هذا كله عايفت لي إياه، ولا تفكرين بي ولا لك علاقة بي أصلا ولا يمك الموضوع. أنت تفكرين مرت ذرتي إيش ضابت لي وإيش حاطت لي وباكر عقبه راح تاخذ بنتي. ما تاخذ بنتك، ما تاخذ بنتك، وما حد ياخذ بنتك، ومو بكيفهم ياخذون بنتك. افتهمت حبيبتي؟ اي نادين افتهمت. خليك قوية وخليك سباعية وخليك بالتنويدين وخليك قد حالك. ها بعمرك نسوان فاتحة بيوت ترى ومربية جهال. لا تخلين هاي السوالف الطايح حظها تأثر عليك. اهتمي لي بأكلك الصحي الزين، اهتمي لي تشربين مية هواية، اهتمي لي تشربين حليب 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 كلش هواية الصبح والعصر وبالليل. اشربي لك أهل قد القلاص مال حليب كامل الدسم. تاكلين بيض هواية بس بدون صفار لا يصير عندي الزلال. تتغدين تاكلين فاكهه بالليل قبل لا تنامين بساعتين، ماعون مال فاكهه هي الكبرى، هي الكبرى جميع انواع الفاكهه. العينتين خي يجيب لك اياه زوجك المصون. اوكي تنامين زين، تحطي راسك على المخده، ما تفكرين باي احد بالكوكب. تحترق الدنيا يحترق المجرات، مالك علاقه. عقلك وبالك وروحك كلها يم الطفل. واذا انت سباعيه وبتبوش وتردين بتش تطلع ذكيه ويا رب يا رب يا رب اتمام الخلقه، يومية قبل لا تنامين وانت حامل تقري لك آية من القرآن وبصوت عالي وادعي لي واسألي مجرب. اوكي اسألي مجرب قبل لا تنامين يومية بين يوم ويوم، يعني طول فترة حملك قبل لا تنامين بصوت عالي اتوضأ واقرأ آية من القرآن. اي آية تقريها حتى لو بالسرة لو تختمينها للقرآن ب9 أشهر، شوفي ذيك الساعة ابنك ايش راح يطلع وادعي له وقولي نادين شكرا على هاي النصيحه. وقلت لك اني من تجربه شخصيه. ماشي حبيبتي، ماشي يا روحي، ماشي يا امي. الكوكب كله تحطينه وتدوسين عليه برجل وانت وبنيتك وبس. مرت ضرتك حياتي حبيبتي عمري صار تدللين عين وخد، مو آية معينة. القرآن كله تبلشه من أول صفحة لآخر صفحة. أوكي رجلك حبيبي حياتي يا عمري يا قلبي يا روحي. ليش نادين اسوي هيجي؟ ما ندري بها هي جزء سوي له مشاكل. اشتري بلسانك راحت بالك. شلون احكي لك اياها؟ شلون اشرح لك اياها؟ شلون ادخلها بعقلك المحجر؟ بلسانك اشتري راحت بالك. وصلت؟ لا نادين ما وصلت. اعيد. بلسانك اشتري راحة بالك. هذا اللسان أمضى من السحر وأقوى من السحر واضرب من السحر. بلسانك اشتري راحة بالك حبيبتي وحياتي، عين وخد ويا العالم كله. لا تعادين أحد ولا شيلين خشمك على حد ولا شوفين نفسك خص إذا عندك ضرة، لا على عيالك ولا على ضرتك ولا على رجلك. حتى لو تدرين بيهم مو خوش وادم، حتى لو تدرين بيهم ما يحبوك، حتى لو تدرين بيهم مو ولد حلال وحمولة. اشتري راحة بالك خايبة يا سنيديس، اشتريها بدم قلبك. ناس الله خلقنا احنا كبشر طبيعي بهذا الكوكب نحب اللي يحكي لنا ويسمعنا حكي حلو، لو مهما يكون هذا الشخص، لو مهما يكون نحب دائما انه واحد يسمعنا حكي حلو. اللي يسمعنا دوم 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 حكي حلو خلص ندمن عليه. ادمان صار ويترك بصمه، يترك بصمه. وبس نجرب غيره
راح نعرف خيره. فمن نقول لك يمه عين وخد وياها لمصلحتك، عين وخد ويا رجليك لمصلحتك، عين وخد ويا عيالك لمصلحتك، لأن بالأخير هاي العالم كلها عندي بكفة وانت عندي بكفة، كلها على مودك انت، تحافظين على نفسك وعلى راحة بالك وتحافظين على بيتك. تمام حبيبتي؟ ينادين تمام، لأن انت راح يصير عندك بنات اثنين، لا مال طلاق ولا مال أهلك دول اللي ما يحرفون كل شيء طش لورش، ولا ما تروحي تقعدين عند خالاتك واخر شيء شغلهن عليك اوكي بحجة مطلقة، ولا مال تتعادين ويا ضرتك. رجال زين وآدمي وابن حمولة وبكم شيء ينادين، حطيه في عينك، ويا مرته عين وخد لأن هي قبلك، ويا عيالك عين وخد لأن يبقون أهل. هذا اللي أقدر أقول لك شيء. اهتم بنفسك وبصحتك وبأكلك على مود الطفل. أوكي ماما؟ ينادين أوكي.